يافطة إعلانات وقعت فجأة من السماء. في اللحظة الحرجة دي بنت ظهرت فجأة وأنقذت الراجل، منعت الحادثة إنها تحصل. بس في اللحظة اللي البنت تخيلت إنها هتاخد تصفيق من الكل، مساعد الراجل بدل ما يشكرها شخط فيها بغضب، فقربت فوراً وسحبت الراجل من المية بهدوء. وهي بتبص للراجل الوسيم وقعت في حبه في ثانية، والراجل من باب الذوق قال لها شكراً على مضض. البنت أول ما شافت كده جريت ومشيت بسرعة، والسبب إن البنت دي قوية بالشكل ده هو إن كان عندها معلم سحري. بس علشان البنت الشقية ما كانش عندها أصحاب تلعب معاهم، كانت كتير بتتسحب وتعمل مقالب في معلمها وهو نايم، ولما كانت تشوفه محرج كانت بتحس بالفخر. والمعلم اللي ما كانش قادر يعمل حاجة مع البنت الشقية ما كانش قدامه غير إنه يكذب ويقول لها إن سحرها بقى أقوى من سحره، وقال لها إنه ما عندوش حاجة تانية يعلمها لها، وقال لها تسيبه وتروح تدور على عيلتها اللي ضايعة من زمان. بعدين إداها عقد من اليشم، وقال لها إن حبها الحقيقي هيكون معاه عقد شبهه بالظبط. وقبل ما البنت تلحق تستوعب كان معلمها لما لها حاجتها وبعتها تمشي. بس اللي البنت ما كانتش تعرفه إن العقد التاني كان في إيد الراجل اللي لسه من شوية أنقذته. بس جد الراجل كان مرتب له جوازة علشان يرث ثروة العيلة، كان لازم يتجوز العروسة دي مؤقت علشان يرضي العيلة. وبعد شوية العروسة اللي العيلة مختارها وصلت، لكن لما شاف تصرفاتها الغريبة الراجل اتوتر، وأول ما شاف وشها بوضوح اكتشف إنها نفس البنت اللي أنقذته من شوية، وده خلاه متضايق جدا منها. لكن البنت أول ما شافت إن عريسها هو نفس الراجل الوسيم فرحت جدا. علشان يرضي طلب جده الراجل وافق يسجل الجوازة مع البنت. بس وهما على وشك ياخدوا صورة الفرح الراجل لاحظ إن العقد اللي لابساه البنت هو نفس العقد اللي معاه.